في مرة تاجر مصري طلب بضاعة من الصين. البضاعة كانت ماشية في البحر وفجأة يا خبر أبيض، عاصفة جامدة غرقت السفينة بكل اللي عليها. التاجر اتجنن، 1,000,000 جنيه في البضاعة غرقت في البحر. سأل المحامي بتاعه مين اللي يدفع تمن البضاعة دي، أنا ولا التاجر الصيني؟ هنا بقى يجي دور حاجة اسمها الانكوترمز. دي مجموعة قواعد عالمية زي قاموس كده، بيحدد مين مسؤول عن ايه بالظبط في عملية الشحن. يعني من أول ما البضاعة تطلع من المصنع لحد ما توصل للمشتري، الانكوترمز بتحدد مين يدفع مصاريف الشحن، مين بيأمن عليها، ومين بيتحمل المخاطرة لو حصل أي حاجة. لو اتفقوا على قاعدة اسمها فوب، يبقى البائع مسؤول لحد ما البضاعة توصل لسفينة الشحن. لو غرقت بعد كده يبقى المشتري هو اللي يتحمل المسؤولية. ولو اتفقوا على سيف، يبقى البائع مسؤول لحد ما البضاعة توصل لميناء الوصول. ولو غرقت قبل كده يبقى البائع هو المسؤول. لكن لو اتفقوا على DDP، يبقى البائع مسؤول عن كل حاجة لحد باب المشتري. ومكتوبة بتوفر ملايين الجنيهات وبتمنع خناقات ومشاكل كتير في أي تعامل، مش بس في الشحن. الوضوح في الاتفاق هو أهم حاجة. عمرك حصل معاك موقف مشابه؟ قلنا في التعليقات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية.